محدش بيتغير، ومش المفروض اننا نتغير. المفروض ان احنا نقبل بعض زي ما احنا، ولكن اللي بيختلط على الناس هو الكومن اريا اللي المفروض يتقابلوا فيها الطرفين، يعني المساحة الوسط اللي بين الاتنين، اللي هي بيطرح لها عن طريق التضحيات والتفاهم والتوائم، ولكن مش بيطرح لها زي ما معظمنا فاهم بان احنا نتغير. حتى لو ابدينا استعدادنا للتغيير، اللي بيحصل ان احنا ما بنقدرش، وبيكون الطرف الاخر اخد علينا في التغيير اللي احنا مثلنا ان احنا هنعمله، فبيرتفع طبعا سقف توقعاته. فلما ما بنقدرش وبنفشل في النهاية، التاني طبعا بيتضايق، والطرف الاخر ويحس ان عنده حق، ويقول لك انت وعدتني بالتغيير، وانت وعدتني، وانت. هي الحقيقة ان محدش بيتغير. اللي بيتغير مع الايام، مش عشان اشخاص. بيتغير مع الايام، بتبني في شخصيته، وده بياخد وقت. مش لمجرد ان حد طلع في حياتك حبيته او في بينكم مشاعر فخلاص عايز يغيرك، وانت بقالك 27 سنة واخد، او 26 سنة، او مهما كان عمرك او عمرك، واخدين على حاجة بشكل معين، فجأة كده هتغير. لا طبعا، دي اكبر كذبة. ولازم نقول لنفسينا، نبقى صادقين مع نفسينا، هل هنقبل الانسان ده بما هو عليه ولا لا؟ ده مهم، عشان انت لو ما عملتش كده هتظلم نفسك قبل ما تظلم الانسان التاني. لازم كده ناخدها حلقة في ودانا، محدش بيتغير، الايام هي اللي بتغير.